السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة سهلة مهلة كيما العادة ولا عن بعيد، ما راح تسدي معكم الوقت بزاف. وصفتنا لنهار اليوم هو كعك الغرب الجزائري. الوصفة اللي راح تنسيك في الوصفات كامل وما تخليكش تخمي لا في قهوتك نتاع الصباح ولا نتاع العشية. الريزلت تاعو راح يجي مقطن وخفيف. بالإضافة إلى ذلك راح نعطيكم 3 أشكال احترافية جد سهلة. نقولوا بسم الله ونبدأ على بركة الله. نحتاج في وسطنا نتاع نهار اليوم كمرحلة أولى 3 كيسان نتاع لافارين، كاس إلا ربع نتاع السكر، واللي يحب الحلاوة قادر يروح معهم حتى الكاس. ونحتاج ثاني 2 من الكؤوس نتاع الحليب يكون دافي، نص كاس تاع الزيت اللي راح نضيفه في الآخر، 2 حبات نتاع البيض، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة نتاع لافاني، كيس خميرة، ملعقة صغيرة نتاع عطر الليمون، ورشة نتاع الملح. لهنا جبت غيسيبيو تاعي ودرت فيها 2 كيسان نتاع الحليب، زدت عليها هذاك الكاس الا ربع نتاع السكر، وزدت معاه الملعقة الكبيرة نتاع خميرة الخبز، وزدت معاها ثاني الملعقة الصغيرة نتاع لافاني، ونزيد معاهم الملعقة الصغيرة نتاع عطر الليمون، ونديرو ديك الرشة نتاع الملح. من بعد نجيب لهنا البيضات تاعي، ندير حبة كاملة وحبة نحتفظ بالصفار تاعي اللي راح نحتاجه في الأخير للتزيين. لهنايا كنت كسرتها وحطيت داك الصفار بجيه. من بعد نجيب لهنايا فوي ولا خلاط ولا أي حاجة عندكم، ونبدأ نخلط كامل في هذوك السوائل مع ذوك المواد الجافة حتى يتحلوا في وسط هذاك الحليب. لهنا بعد ما خلطت كمرحلة أولى راح ندير الفرينة تدريجيا. أنا لهنايا كمرحلة أولى استحقيت 3، ولكن في الأخير رحت زدت كاس تاع لافارين. لأنا بعد ما درت هذيك الفرينة اللي عندي كالعادة والعوايد نجيب صفاية باش نزيل هذوك التكتلات نتاع الخميرة. من بعد ما نزيل هذوك التكتلات ونصفي كامل هذيك الخميرة تاعي، نجيب لهنا سبوتيل كمرحلة أولى غير باش نخلط هذيك اللافارين وندخلها مع هذوك السوائل. من بعد راح نستعمل اليد باينة هذه بلا ما، ولا اللي عنده الخلاط يستعمل الخلاط الكهربائي ولا العجان، كل واحد كيفاش يقولوا. لنا زدت الكاس الثالث نتاع لافارين، نبدا نخلط كامل وندخل في هذيك لافارين نتاعي. شوفوا لي لهنايا كيفاش بدات هذيك لاباط توجد. من بعد هنايا بعد ما لميت كامل ودخلت هذيك الفارينة لهنا وين راح نزيد نص كاس تاع الزيت تاعي. وهذا هو سر النجاح تاع الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. لهنا بعد ما درت هذاك النص كاس تاع الزيت لهنا وين راح نستعمل يدي وندخل هذاك الزيت كامل في وسط هذيك العجينة تاعي ولا هذيك لاباط اللي عندي انا لهنايا. يعني راح نطخ هذيك العجينة كامل بهذاك الزيت. من بعد راح نبدأ نزيد في الفارينة اللي قلت لكم عليها. انا لهنا درت لي كاس حتى تولي عجينة ملساء، يعني ما تكون عجينة طرية، ما تكون عجينة كما نقولوا حنايا كما نتاع محاجب تجي وسط. من بعد ما نلم كامل هذه الأفارين ونوصل للقاهم نتاعي، راح نجيب بابي فيلم تاعي ونخمد كامل هذيك لاباط تاعي ونخليها تخمر لمدة ساعة تقريبا. يعني راح تدي معاكم من 45 دقيقة حتى لساعة، كل واحد وكيفاه وكل واحد درجة الوسط عنده كيفاش. من مورا هذيك الساعة، بعد ما تجوز لي هذيك الساعة راح نجيب هذيك لاباط تاعي. شوفوا لي لهنايا هذيك الريزولت تاعها بعد ما خمرت. واحدة القوام راح تساعدكم في الخدمة. لهنايا نجيبها نحطها فوق البلوت بطرافي تاعي اللي كنت درت له شوية تاع زيت باش ما تلصقليش. ونجي لهنا نشكلها بشكل طولي. بعد ما ندلك لهنا ديت في الدليك تاعها ندلك كامل هذيك لاباط اللي عندي حتى ترجع بقوام أفضل ما تبداش تلصق لي. لهنا بعد ما كملت كامل ودلكت هذيك لاباط اللي عندي نجي نقسمها على 2
باش تساعدني في الخدمة، لأنه كون خليتها كيما راهي ما راح تساعدني في الخدمة وراح تعرقلني في الخدمة تاعي. وحنا راح نتبعو السهلة باينة ما راح نتبعو الصعيبة. لأنا جيت درت شوية نتاع الزيت في يدي ونشكلها بشكل طولي ونبدأ نشكل في الدوائر تاعي. لهنايا كانت هذه لابات كاملة، يعني النصفين الاثنين قطعوا لي لهنايا 16 حبة، ولكن أنا كنت كبرت الحبات كل واحد وكيفاه وكل واحد وكيفاش يحبهم. من بعد ما نشكل كامل هذوك الكريات ندير لهم من هنايا ساشي ولا بابي فيلم ونخليهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق. من بعد ذوك ال5 دقائق أنا كنت جبت سنيوة تاعي لهنايا وحطيت هذوك الدوائر في هذيك السنيوة. من بعد راح نخبزهم غير شوي شوي، يعني مش تخبزهم حتى يرققوا كامل، غير شوي شوي عبر ما شكلوا الدائرة يكون السمك تاعها رفيع. أنا لهنا راح نشكل لكم 3 أشكال. من بعد نروح نجيب بلاع ولا غطاء نتاع قارورة، راح نجيب المقص تاعي ونبدأ نقص هذا بشكل دائري بهذاك المقص اللي عندي، ونبدأ نشكل في الوردة تاعي. هذا الشكل الأول راح يجيكم على شكل وردة يعني، أو شكل زهرة بالأحرى. ولهنا كل ما تبدأوا تقصوا ابدأوا تدوروا في السنيوة تاعكم إلى ساعدتكم في الخدمة. من بعد ما نقص كامل هذوك الدوائر اللي كنت شكلتهم نجي لهنايا نزير في الأطراف ونبدأ نشكل في الوردة تاعي. شوفوا لي لهنا أنا كيفاش راني نخدم، يعني ما راحش تجيكم صعيبة ولا يا. أنا الأشكال قاع اللي جيتكم بيكم راح يجيكم سهلين. شوفوا لي لهنا ذوك الوردات كيفاش شكلتهم بعد ما كنت قصيتهم. هنا رحنا للشكل الثاني، نفس العملية نكرروها، نجيبوا هذاك الخبزات، ولكن هنا ما راحش نخبزهم بواسطة الإبهام، راح نشكلوا ثقب في الوسط ونبدأ ندوروا فيهم، يعني لهنا وين راح نشكلهم صح كيما الكعك الدائري. من بعد راح نجيب مقص ونبدأ ثاني نقطع في هذاك الكعك تاعي بشكل دائري. شوف لي هنا كيفاش راني نخدم، يعني نقص وندور في هذيك السنيوة تاعي. هذا هو الشكل الثاني اللي كان معنا. الشكل الثالث تقريبا هو نفس الشكل الأول، ولكن ما راح نزير في الأطراف، يعني راح نخليه كيما راح على حالته طبيعية. نكرر نفس العملية بالنسبة للحبات اللي بقاو. من بعد ما نكمل هذوك الحبات تاعي كامل كتزيين، أنا نفضل ديروا هذاك البيض اللي عندكم ولا صفر البيضاء اللي خليناه، نضيفله ملعقتين تاع حليب ونبدأ ندهن فيه كامل. أنا نفضل من بعد ما تسلكوا كامل عملية التشكيل ديروا لها البيض، تخلوهاش حتى تخمر، لأنه بعد ما تخمر قادر راح تفشوا لها الخمورية تاعها. من بعد لهنايا نجيب الجلجلان تاعي ونبدأ نذري فيه فوق هذاك الكحك اللي يكون عندي ونخليها في غرضها تخمر. راح تدي معكم ثاني من ساعة حتى 45 دقيقة. طيبوها على درجة 160 درجة وشوفوا الليل لهنايا النتيجة تاعي بعد ما طابت. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت إعجابكم، ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع زر لايك ليصلكم كل جديد. نلتقي في وصفة أخرى بإذن الله.